مساء الخير، مساء الفل على كل حبايبي. مساء الخير او صباح الخير على حسب توقيت كل بلد. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض سلطة الزبادي. سلطة الزبادي من اجمل السلطات اللي بناكلها جنب المشويات، وممكن كمان تسيب المشويات وتاكل السلطة دي عادي. جميلة جدا، مغذية، بترطب على القلب كده زي ما بيقولوا. معايا كده خيارتين غسلهم كويس اوي ومقشراهم، ومعايا كده نعناع فريش فرماه، وفخارة من الزبادي. الفخارة دي كبيرة بمقام علبتين من الزبادي او اكتر. معايا ملح، معايا فلفل. نبدأ مع بعض. قبل اي حاجة هنبشر الخيار. بشر ناعم جدا. انا جايبة اصغر مبشرة عندي ببشر بيها، انا مش عايزاه يبان قوي في السلطة. يعني في ناس بتحب تقطعه كده مكعبات صغيرة او تبشره بشر عادي، انا ما بحبهوش يبقى باين قوي في السلطة. احس بطعمه بس يبقى باين بسيط مش قوي. معايا كده بولة، نزلت كده بالزبادي. انت تعملي الزبادي الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تعملي علبتين 3 4 حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا عاملة كده كمية على قدي. طبعا نزلت انا كنت فرمت بالزبادي. دوت اهوت وعصرته من الميه هبدأ بقى ايه اهو. الخيار اللي انا ناشف بشرته خالص ما دوت. فيهوش على اي فكرة حاجه. انا اهو ومعايا كده مصفيه كويس قطعه قوي من مفرومه من المية اللي الثوم. فيه. هنزل كده في بالحاجات المصفى دي. اللي هي عينيها ضيقة دي، صفيته كويس قوي من المية علشان لما احطه على الزبادي واخلطه ما يجيبش ميته، والزبادي تبقى صيصة معايا وطعمها مش هيبقى كويس، معايا كده هتبقى معلقه عاملة زي بسيطه من المية. النعناع برضو هنزل بيها نزلت كده بالخيار، هنخلط ونزلت المكونات دي مع بفصين بعضها. كده من الثوم المهروس مع النعناع المفروم. دي معلقة صغيرة من النعناع المفروم. وهنزل بباقي المكونات، الفلفل والملح. وابدأ بقى ايه اخلط كل المكونات دي مع بعضها خلط جيد. السلطة من الحاجات السهلة وبسيطة جدا يا جماعة، وجميلة جدا. يعني بصراحة من افضل السلطات اللي الواحد بياكلها. قلبت كويس. معايا كده نص ليمونة او ليمونة حسب ما انت عايزة، عصرتها. ابدأ برضه اخلط كده كويس المكونات. معايا كده معلقة من الخل، معلقة صغيرة من الخل. اقلب 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 قلبناها كويس جدا. هنجيب بقى طبق، هنجيب بولة زي ما انتوا عايزين، هنزل فيه بالخليط ده كله وازينه وتاكلوها كده بالهنا والشفا. جربوها يا جماعة، السلطة دي جميلة جدا، بتتاكل جنب اي مشويات زي ما قلت لكم. وخلاص كده بنجرف السلطة بتاعتنا وهنزينها كده بعود من النعناع او وردة من النعناع. الشكل جميل، يعني الطبق بصراحة لوحده يفتح النفس. هنبدا بقى وفي الاخر هنزل كده عليه شويه زيت بنقطتين زيتون من زيت كده. الزيتون للتزيين. شايفين منظر الطبق؟ منظر يشهي، ده حاجه طبق كده رائع. جميله عليه. اتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم.